رسميا رحيل يانيك فيريرا البلجيكي مدرب نادي الزمالك. رحيل المدرب بعد ما الزمالك شهد كوارث وشهد أخطاء ملهاش وصف، شهد عبث كروي، بعد ما الزمالك عانى أمام فرق ما كانش ينفع يعاني قصادها، أمام فرق ما كانتش موجودة أو اسمها لما كان بيجي مع نادي الزمالك في أي حي كانت الفرق دي بتعمل فرحة. فيريرا بعد الكوارث اللي سببها لنادي الزمالك رحل يانيك فيريرا عن نادي الزمالك، يلا مع السلامة. ولكن هل رحيل يانيك فيريرا مدرب نادي الزمالك عن الزمالك هيفيد الزمالك بصورة سريعة؟ لا، انت عندك كمان كام يوم عندك بطولة كأس السوبر المصري في الامارات، هتبدأ البطولة دي بنادي بيراميدز. نادي بيراميدز بطل دوري ابطال افريقيا وبطل كأس السوبر الافريقي في نسخته الاخيرة، يعني نادي بيراميدز نسخة مرعبة 2025-2026. نادي بيراميدز مرشح ان هو ياخد كل البطولات في الفترة دي بالموسم اللي عامله الاخير بكواليتي اللعيبة الرائع. هل انت هتلحق تلم نفسك وتجيب مدرب؟ لا، لان انت عندك مشكلة اصلا في شرط في عقد يانيك فيريرا، وهو بينص الشرط بالتفصيل انك بتديله باقي القيمة من عقده. المدرب رحل وباقي عنده في عقده 8 شهور. هل الزمالك قادر على دفع 8 شهور كاملين ليانيك فيريرا مدربه اللي رحل علشان ما يبقاش فيه مشكلة كمان مع الفيفا؟ الزمالك غير قادر، الزمالك غير قادر بالمرة. الزمالك أصلا جاب قرض ب100 مليون عشان يسد المشاكل الأخيرة وعلشان مستحقات اللاعبين. طبعا الزمالك في الوقت الحالي ما عندهوش الإمكانية إن هو يجيب مدرب أجنبي، لأن أنت لسه عندك مشاكل مع يانيك فيريرا هتخلصها إزاي؟ والأسماء اللي طرحت هي عودة جوميز، عودة كارتيرون، عودة باتشيكو، عودة كل الأسماء الأخيرة اللي كانت في نادي الزمالك. لكن هل الزمالك عنده المقدرة المالية إن هو يرجع أي مدرب؟ الزمالك ما عندوش أي مقدرة مالية. فالزمالك عين الكابتن أحمد عبد الرؤوف اللي كان المدير العام في الجهاز الفني للمدير السابق اللي لسه ماشي النهارده يانيك فيريرا، والزمالك مشى مدربه وهو عنده مباراة مع طلائع الجيش بكرة الساعة 5. هل أحمد عبد الرؤوف هيلحق في مران واحد يقود نادي الزمالك غدا أمام طلائع الجيش؟ هل أحمد عبد الرؤوف قادر على الإدارة الفنية لنادي الزمالك؟ نتمنى له الدعم ونتمنى له طبعا النجاح، لكن هل هو عنده المقدرة؟ ربما، لان انت ما عندكش المقدرة تجيب مدرب اجنبي، وهتجيبه ازاي في نفس اليوم اللي مشيت فيه المدرب؟ وهتجيب ازاي مدرب اجنبي وانت عندك مشاكل مع كل الاجانب اللي مشيت من عندك، وان هي اصلا بتاخد فلوسها من الفيفا بعد شكاوى وبعد حكايات كتير. ما تنسناش باللايك والاشتراك علشان يوصلك كل جديد وعشان ما تفوتش اي حلقة من اخبار الكرة المصرية. الزمالك غدا عنده مباراة الساعة 5 مساء امام نادي طلائع الجيش. الزمالك بيدخل المباراة دي وهو لاعب نادي طلائع الجيش 41 مباراة، فاز الزمالك في 22 مباراة وفاز نادي طلائع الجيش في 11 مباراة، وانتهوا 8 مباريات بالتعادل. أكبر فوز كان للزمالك قبل مباراة غدا كان 6-1 على نادي طلائع الجيش في 22 سبتمبر 2014. أما من جهة نادي طلائع الجيش فأكبر فوز كان لنادي طلائع الجيش على الزمالك هو بنتيجة 3-1. هل الزمالك ينتظر إنه يتعاقد مع مدرب؟ لا، حاليا مفيش وقت، لأن الزمالك كمان أيام وعنده بطولة كأس السوبر المصري، والبطولة هتلعب في الإمارات، والزمالك محتاج البطولة في الوقت ده لأن الجمهور كل ومل.
الجمهور الزمالك كل ومل، مش شايف كرة حلوة ولا بطولات ولا نتيجة ولا أي حاجة تغفر للعيبة دي أدائهم. فالزمالك عايز يتعاقد مع مدرب أو اطرح عليه اسم مدرب جزائري، والمدرب ده اسمه نور الدين بن ذكري. وأهم إنجازات المدرب الجزائري ده نور الدين بن ذكري إن هو لما فريقه بيسجل هدف بيلف الملعب كله. أنت عارف يعني إيه رايح تجيب مدرب فريقه لما بيسجل هدف بيلف الملعب كله؟ طيب انت عارف ان انت اصلا عندك كوارث فنيه، فتروح تجيب مدرب لما فريقه بيسجل هدف ساعات بيغمى عليه؟ المدرب الجزائري ده يعني اهم انجازاته كانت في السعوديه ان هو درب نادي الخلود. عمل ايه مع نادي الخلود؟ انجازاته ايه مع نادي الخلود؟ مفيش اي مسيره ليه. كل القصه انه مجرد ما فريقه بيسجل هدف بيلف الملعب كله، مش اكتر من كده. مدرب ما عندهوش هويه، مدرب ما تعرفش تجيبه يقود نادي بقيمه نادي الزمالك، مدرب ما يرضيش طموح واحلام واللي نفسه فيه جمهور الزمالك والطبيعي للزمالك. المدرب يعني هيجي بدون فايدة، يعني هتجيب مدرب وتمشيه. طيب ما الأحسن إنك تجيب مدرب مصري. طيب أنت لو هتجيب مدرب مصري عندك حاليا من أقوى المدربين المصريين والأفضل في شخصيتهم هو الكابتن طارق مصطفى. والكابتن طارق مصطفى هم المدربين اصحاب الشخصيه القويه، والشخصيه دي هتفرق جدا مع نادي الزمالك وهتفرق مع لعيبته. المدرب ده هيكون صاحب بصمه وصاحب لمسه مختلفه في نادي الزمالك، والمدرب هيعمل لك طفره كونيه. وعندك كمان كابتن مؤمن سليمان اللي اخذ معاك اكتر من بطوله، واللي خلى الزمالك في وقت قصير جدا ليه شكل وليه هوية نادي الزمالك المعروفة المحبوبة لدى جماهيره. كابتن مؤمن سليمان ليه ما يجيش؟ كابتن طارق مصطفى ليه ما يجيش؟ انت مش هينفع في الوقت الحالي ترجع كابتن ايمن الرمادي رغم الفوز اللي حققه معاك والبطولة اللي خدها معاك من غريم صعب فترة قصيرة جدا، لكن انت حاليا في الوقت الحالي هو مرتبط مع نادي رغم تصريحاته المحترمة والخلوقة جدا تجاه النادي، إلا إنك في الوقت الحالي هترجعه إزاي؟ والجمهور طموحه أكبر من هو يكون مدرب مصري أو مدرب عربي. الجمهور محتاج مدرب أجنبي يرجع هوية نادي الزمالك لمكانها والمكانتها السامية. لكن أنت هتجيب مين؟ الجمهور كله نفسه يرجع جوميز، لكن جوميز أصلا في الفترة الأخيرة كانت خلصت فلوسه من نادي الزمالك بشكوى في الفيفا. يعني جوميز خد فلوسه من نادي الزمالك بعد شكوى في الفيفا. نادي الزمالك خد فلوسه هو جهازه المعاون الأخير بشكوى. هترجع جوميز إزاي؟ هل عندك السيرة الكافية وإنك بتريح أي أجنبي بيدخل النادي من الناحية المالية؟ هو بياخد منك إيه؟ المدرب الأجنبي او اللاعب الاجنبي هو جاي لك عشان الفلوس، او اللاعب المصري مش عشان الفلوس. هل انت عندك الاموال الكافيه ان هو تريح مدرب اجنبي وياخد فلوسه كل شهر عشان المدرب بيعرف يشتغل؟ لا. منين هتجيب مدرب؟ انت عندك 8 شهور لانك فيريرا مش عارفين هيعمل ايه، هيوقف لنا قيد ولا ايه الدنيا. بس يعني كل جمهور الزمالك بيطمح في ان النادي يرجع لمكانته الطبيعية، والكل ورا الزمالك ايا كانت الاسماء. كل التوفيق للكابتن احمد عبد الرؤوف المدير الفني المؤقت بالجهاز المؤقت لنادي الزمالك. نتمنى ان الجهاز المؤقت يكون جهاز مبهر في الفترة دي. نتمنى معهم الفوز بكرة امام طلائع الجيش. ما تنسناش باللايك والاشتراك، وشكرا على المشاهدة. مع السلامة.